ظهور علامة من علامات الساعة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل لافت للنظر بأنها ستحدث في آخر الزمان، وبالفعل قد حدثت، رأيناها ونراها في كل يوم أمام أعيننا. وقبل أن نتعرف عليها رجاء زينوا التعليقات بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إخواني الكرام، نرى في زماننا هذا بعض الأمور التي تتوه فيها وتحتار فيها العقول، ونكون مستغربين للأحداث الذي نراها ونشاهدها، مثلا كثرة القتل لأسباب تافهة. فعندما نسمع عن قصة قتل لا نتصور أبدا أن نتيجة هذه القصة من الممكن أن تصل أو تؤدي إلى القتل، ولكنه للأسف الشديد يحدث. فنرى في زماننا هذا قتلا للأقارب بشكل لافت للنظر وبشكل خارج عن حدود العقل والمنطق. فنرى قتل الأخ وقتل الأب وقتل الأم، وأحيانا قتل الأنبياء وقتل الأصدقاء. نرى أيضا مشاهد تحير العقول، مثل القتل في العلن بدون إعداد وترتيب لإخفاء القصة أو الجريمة. فنرى قتلا في الشارع أمام العامة من غير مبالاة ومن غير تفكير في العواقب والنتائج التي تحدث بعد ذلك. فالأمر محير للعقل، ولكن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وضع أقدامنا على الطريق وعرفنا ما هو سبب هذه المشكلة، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. هذا الحديث يكشف لنا نقطة غريبة جدا ستحدث في آخر الزمان، وبالفعل قد حدثت، رأيناها ونراها أمام أعيننا. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. فقال أبو موسى: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل، أي قتل كثير. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا، أي في ذلك اليوم عندما أذهب لقتل أخي أو جاري أو صديقي هل سيكون عندي عقل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس هناك عقول، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.